بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الأعزاء في كل مكان، لكم كل التقدير والتحية من سدغت من وادي الملوك. احنا دلوقتي أمام مقبرة رمسيس السادس، خامس وسادس، ماشي مفيش مشكلة. تحتيه على طول مدخل مقبرة توت عنخ آمون، وده السبب السر الوحيد طبعا اللي جعل مقبرة توت عنخ آمون محتفظة بكل كيانها. الراجل ده رمسيس الخامس وابنه رمسيس السادس جعلوا المقبرة فوق مقبرة توت عنخ آمون، وهم ما كانوش عارفين يعني انه في مقبرة توت عنخ آمون تحتيهم، لانه هي كانت كل مقبرة ما تبقى مقبرة مخفية. النهاردة عندنا نقطة تانية. احنا قلنا ايه شكل الجبل ده على شكل موجة، وقلنا ده حجر جيري متكلس 50 مليون عام من ملايين السنين. يعني كان شط اسكندرية عند جنوب إسنا. بملايين السنين تكونت بلدنا الحبيبة مصر، انحدرت المياه وتكون الحجر الجيري المتكلس من أملاح البحر الأبيض المتوسط. طيب هنا عندنا فوق الجبل، بص كده، بص المنظر الجميل ده اهو، منظر غروب الشمس وايه خلف ايه الشكل الهرمي، لانه اول ملك اختار انه يكون له المثوى الابدي هنا، الملك تحتمس الاول ابو الملكه حتشبسوت. بص كده، ده منظر غروب الشمس هنا في الآد سدغت في وادي الملوك. طبعا هنا هتلاقي الناحيه ديت اللي قصادنا يعني الجبل عالي، ماشي. ليه؟ الارض هنا مرتفعه طبعا وابتدى في الانحدار. يعني كل كده لما تبص كده في مدخل وادي الملوك هتلاقي الجبل انت ونازل كده، يعني ايه ابتدى ايه في انه يكون اقصر وهلم جر. طيب ايه السبب؟ انه السبب احنا قلنا هنا عالي، الارض عاليه وهناك واطيه. يعني ايه ترسبت الصخور الرسوبيه ترسبت هنا اكتر من هناك. طيب على مداخل المقابر هتلاقي دايما قرص الشمس اللي هو رع، ماشي. وعلى جانبيه على اليمين وعلى اليسار هتلاقي مثلا ايه الالهه ايزيس والالهه نفتيس بيتعبدوا الى رع انه يوصوه، يعني وصايه انه يحمي المقبره من اي اعداء. في العصر الفرعوني لما كانوا يدفنوا المتوفى داخل المقبره كان يردموها، لكن المداخل دي كلها حديثه. بص كده، كل اللي فوق ده ولدي ده لسه جديد. احنا بنعمل كده ليه؟ علشان خاطر بص كده من بره هتلاقي ايه شكل انه لو الدنيا مطرت يبقى المطر تطلع لبره ما تخشش في داخل المقبره. وفوق في جدار مبني زي صداده كده، صداده تصد ايه المطره هي ونازله وتنزل على اليمين وعلى الشمال. يبقى المداخل دي كلها مداخل عباره عن صدادات لمياه الامطار علشان ما تدخلش جوه المقبره، ودي مباني حديثه. طبعا المداخل دي كلها كان في العصر الفرعوني بتتقفل، ويعني بحيث ما حدش يدخل المقبرة. عندنا في بعض المناظر على جدران المعابد والمقابر تلاقي مثلا قرص الشمس فوق الخرطوشة، يعني الخرطوشة بمثابة الملك نفسه، وفوق راسه اللي هو قرص الشمس. وفي معبد رمسيس الثالث فين؟ في الكرنك هتلاقي رمسيس الثالث نفسه وفوق راسه قرص الشمس. يعني بيقول لك انت تاج راسي، يعني انت تاج راسي اللي هو الاله رع بيحمي. طيب والاله ايزيس لما حط الكرسي فوق راسها كانت شايله هم عوده اللي هو كرسي العرش لابنها حورس. يبقى انت تاج راسي جت من الحته ديت. يعني لما حد يسلم على حد ويعمل له كده على راسه يقول له انت تاج راسي، يعني انت يعني من نوع من قبيل يعني الترحاب وكده والموده، يقول له انت تاج راسي، يعني انت اللي بتحميني. يعني كلمة حورس، طب يعني حورس الاس دي الاخيرة اضيفت في العصر اليوناني، ماشي. حورس الاس الاخيرة اضيفت في العصر اليوناني. رعمسيس وحورس ومنفيس كل الاس ديت اضيفت في العصر اليوناني. طب بص كده حضرتك، لما شفنا القرص الشمس فوق وهنلاقي الجبل على اليمين وعلى الشمال زي جناحين حورس، يبقى في الشكل ده يبقى راح حورختي هو حامي المكان، زي كأنه حورس الأفقي
هو حارس المكان. طيب ماشي، يبقى كده هنا فكرة حماية وادي الملوك. طيب احنا قلنا حورس اللي جات منها كلمة حارس، ولما يقول لك العين عليها حارس، العين عليها حارس، ايه هي العين عليها حارس؟ ده انت عارفين عين الأوجات اللي هي عين حورس، يعني عين حورس. واحنا لما نقول عليها يعني ايه، الحمد لله ربنا سلم، ده العين عليها حارس. طبعا دي كلها من الموروثات الحضارية اللي هي جايانا من العصور، العصر مصر القديم، من العصر الفرعوني. في كثير من الكلمات اللي هي داخل اللغة العربية بتاعتنا، وهي موروثات من الحضارة المصرية القديمة ومن اللغة المصرية القديمة. طبعا بالنسبة لنا احنا هنا في وادي الملوك وأمام مقبرة رمسيس الخامس والسادس. لكم جميعا كل التقدير والتحية.